كرتون ليزي تاون من الكرتونات الجميلة والغريبة في نفس الوقت. الكرتون عبارة عن عالم كله ملون، وبطل خارق عايش فوق المدينة اللي موجودة في حتة مفيهاش أي مكان. وتلاقي في الكرتون ناس شبه الدمى وناس شبه البشر. طب ازاي ده؟ والحاجة التانية الشرير اللي في الكرتون اللي دايما بيتنكر في كل حلقة تنكر غير التاني، ولا مرة قدروا يكتشفوه. واضح جدا إن مفيش غيره في المدينة اللي شرير، ومفيش حد بيجي على مدينة ليزي تاون أساسا. الكرتون كله مليان أسئلة هنقدر نجاوبها في الفيديو. بس يا ريت قبل ما نبدأ تصلي على النبي في الكومنتات وتشترك في القناة علشان يجيلك فيديوهاتي. يلا بينا. خلونا أول حاجة نشوف مدينة ليزي تاون من فوق. واضح جدا إنها مدينة وحيدة في اللامكان، مفيش أي مدن تانية مع وجود أماكن زراعية، ومفيش أي مزارعين. طب هو ده منطقي؟ واضح إن في حاجة حصلت في العالم ده، زي كارثة دمرته، وبسبب إن في 8 أشخاص بس في الكرتون في نظرية عن الموضوع ده، وإنهم في محاكاة معزولة عن العالم لأن كل البشر ماتوا، وإنهم ما يحاولوش يطلعوا من العالم ده. والمسؤول عن كده هو سبورتاكوس وستيفاني. ودايما تلاقي إن سبورتاكوس مكتوب على ظهره رقم 10، يعني كان قبله في رقم 9 و8. معنى كده إن كان في أشخاص بيشتغلوا شغلانته علشان يحافظوا على أمن المدينة. ومعاه كمان منطاد متطور فوق المدينة اللي مفيهاش أي تكنولوجيا. والدليل إن في مشهد للكرتون برا المدينة وواضح جدا إن العالم برا مش صالح للحياة. روبي الشرير بيتسلق عمود علشان يعمل مكالمة تليفون ويكلم العمدة برا المدينة. طب ليه روبي بيعمل كده والعالم صحراوي مش زراعي؟ يعني على الأغلب حصلت حرب نووية دمرت العالم، ودي كانت النظرية الأولى. والنظرية التانية على الكرتون إن مدينة ليزي تاون بيحكمها عمدة مجنون، واللي هو عم ستيفاني، وبيقتل أي حد بيوصل للمدينة، وبيحبس روحه جوه الدمى، سر مخبيه عن سبورتاكوس. وإن العمدة كان واحد من الضحايا زمان واتحول لدمية. طب ليه ما حاولش يقتل ستيفاني؟ تقريبا بسبب سبورتاكوس، لأن هو خايف يحولها تكشفه. أما النظرية التالتة بتقول إن ستيفاني بتعاني من مشاكل في الأكل، وده بسبب مرض فقر الدم. والمرض ده بيخلي اللي عنده ماشي على نظام غذائي صارم، بيكون خالي من السكر وعايش على الأكل الصحي. وستيفاني بتعاني من المرض ده، وده اللي خلاها قاعدة في المستشفى على طول، قاعدة مع اخواتها اللي دايما بيحكولها قصص عن مدينة خيالية واسمها ليزي تاون، وسكانها دمى خياليين. والمدينة اللي كل الدمى فيها كسلة وبيعانوا مشاكل في أكل الحلويات، وهي بتساعدهم تخليهم ياكلوا أكل صحي زيها، ويكون عندهم نشاط وحيوية زي حالتها بالظبط، لأن هي ما تقدرش تاكل سكر. كل الكرتون عبارة عن قصص بيحكوها اخواتها ليها علشان يساعدوها انها تخف من المرض بتاعها. بس كده يا صاحبي، قولنا في الكومنتات انهي واحدة من النظريات التلاتة دخلت دماغك، وما تنساش تدوس لايك واشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد. سلام.